تعدوا أكثر من 22 شهر على إيقاف عدد كبير من زعماء الحركة السياسية التونسية وإحالة عدد أكبر على التتبع. احنا جينا هوني باش نعبروا على تضامننا مع المعتقلين ومطالبتنا بإيقاف هذه المحاكمات الجائرة. نعرف أن السلطة القضائية في تونس مولى عليها، مش احنا نقولوا هذا، القضاة يقولوا هذا من خلال بياناتهم وتحركاتهم والعقوبات اللي تتهاطل عليهم. فاحنا جينا هوني باش نعبروا على احتجاجنا في وجه هذه المحاكمات الجائرة ونطلبوا بإيقافها، ونذكروا القائمين على السلطة بأن الظلم لا يعمر ولا يؤسس لاستقرار سياسي. الأحداث اللي تجري الآن في سوريا توري أن الضراوة متاع الاستبداد مهما بلغت، سجون صدنايا والاغتيالات الجماعية والمقابر الجماعية، هذا كله وقت اللي هبت ريح ونسمة الحرية كل هذه الأحكام، هذه الأنماط من الحكم تتهاوى مثل الورق. فنحن جربنا هذا الاستبداد في الماضي وصمدنا وشفنا نسمة الحرية تهب على تونس. نحن نقول لكل التوانسة بدءا بالمعارضين، بالمجتمع المدني، بالحركة السياسية، لموا رواحكم، واقفوا لبلادكم، الحرية راهي جاية وما يتنجمش البلاد باش تستقر على أساس البطش. شوف النضال راهو هي السياسة، هي فن الممكن. وقت اللي عندك المواطن اليوم غير مهتم بالشأن السياسي وعندك المعارضة مفتتة، هذا واقع يعني عين الشمس ما نجموش نخبيوها بالغربان. في مثل هذه الظروف وسائل التعب تكون صعبة، ولذلك هذه الوقفات تشوفوها من حيث عددها ضامر، لكن من حيث معانيها ومغازيها تدل على الثبات على المطالب اللي هي تتعلق بحرية طبيعية، طبيعة الله يعطيها للإنسان، حتى إنسان ما عنده الحق باش يتصرف فيها. هذه الحقوق هي اللي تؤسس لحياة عصرية متقدمة تضمن الكرامة والحرية للمواطنين. احنا كفصيل من الحركة السياسية متمسكين بهذه الحقوق ومتأكدين بأن الدولة ستدور وأن الحريات ستعود وأن المجتمع التونسي سيستفيق من هذه الكبوة ومن هذه الغمة.